ليه تعملي كل حاجة لوحدها لما ممكن نعملها كلها مرة واحدة ونطلع منها كمان الصوص بتاعها؟ يعني الصوص النهاردة هيكون منها فيها، وكمان هنعملها ببيضتين وبس. يلا كده سريعا نقول بسم الله ونبدأ مع بعض ألذ وأنجح كيكة شوكولاتة ممكن تعمليها، وهمشي معاكي كل الخطوات واحدة واحدة. السلام عليكم، ويلا كده سريعا مع بعض. اتفقنا قبل كده طالما هنعمل كيكة يبقى لازم أهم حاجة أحضر الصينية قبل ما أشتغل في أي حاجة فيها. عندي كده الصينيه هدهنها دهنه سمنه او زيت او زبده اللي موجود عندك. وبما ان دي كيكه شوكولاته فمش هينفع ان احنا نبطن الصينيه بدقيق، فهنبدا نجيب معلقه كبيره كده من الكاكاو وهبدا ارشها بالشكل ده. حاولي ترشيها في اي مصفى علشان دايما بيكون في تكتلات صغيره كده. بعد كده حركتها في الصينيه زي ما انتوا شايفين، ونديها كده خبطه ونركنها على جنب. عندي بعد كده في الخلاط هنزل بسم الله بكوبايه كده من الحليب، والنهارده هنشتغل بسكر وزيت التومين. اخدنا كوبايه حليب، كمان كوبايه كده من السكر، الكوبايه اللي هتعايري بيها كل المقادير. وادي كمان زيت التومين اخدت كمان منه كوبايه، وكانت اخر بركه جوه الازازه. نزلت كده في الخلاط بتاعي. بعد كده هنزل بكيسين من الفانيليا، نص كوبايه من الكاكاو الاسباني الخام. ما تستخدميش اي نوع تاني لان الانواع التانية بيكون فيها زي تراب كده. لو الخلاط بتاعك ضعيف فهي هتاخد معاكي 4 دقايق ضرب بالظبط، ولكن ما شاء الله لو الموتور بتاعه قوي فهياخد معاكي ضرب دقيقتين. في نص الوقت بقى ببدا ان انا انزل الخلاط. لما الاقيه واقف كده ومش راضي يتحرك هديله كده تقليبه. ننزل يعني اي جوانب كده بيكون فيها بودر علشان ما الاقيش الصوص بعد كده متكتل او فيه كويرات كده من ناشفه او بودره. بعد ما هتلاقي ان الخلاط مش راضي يشتغل بتبقى هي كده خلاص بقت مظبوطه وربطت معانا. هننزل بقى كده نجيب كوبايه وناخد منها كوبايه من صوص الشوكولاته ده. لو كنت في الشتاء فهتركيني جنبك على الرخامه، اما لو كنت في الصيف فانت هتحطيها في التلاجة. ناخد بقى بواقي الصوص اللي موجود جوه الخلاط وهبدا اضيف عليه حبايتين بس من البيض، كوبايه الا ربع كده من الحليب، وهنبدا نديهم ضرب لمده 3 دقايق بالظبط. كده خلاص الخليط بتاعنا بقى جاهز. هبدا ان انا اجيب بوله واحط فيها اول حاجه الخليط السائل. بعد كده هنزل بكميه الدقيق اللي انا عايزه احطها، اللي هتكون معانا كوبايتين بنفس الكوبايه. كوبايتين من الدقيق بنزل بيهم على مرتين، بنزل بكوبايه وانخلها كده في اي مصفى عندي علشان تديني كده هشاشه وطراوه للكيكه بتاعتنا. وبعد كده نبدا نجيب مضرب ونقلب. ولما بنقلب الكيك بنقلبه في اتجاه واحد فقط، ما نروحش ونيجي علشان ما نهبطش الهواء اللي دخله. تمام. وكمان ما نبالغش في ضرب الدقيق علشان ما يعملكيش عرق جوه الكيكه فتلاقيها مستويه وحلوه جدا، بس كده تيجي تاكليها تلاقيها او تحس ان هي معجنه. فدايما دايما يا دوبك بنضرب فقط او نخفق الدقيق فقط لحد ما بيختفي معانا، وبنوقف على طول. بعد ما حطيت الكوبايه التانية حطيتها كده ذره ملح علشان تكون تظبط لي كده طعم الكيك. واخر حاجه ببدا ان انا اضيفها هي كيس من البيكنج باودر، وما بنزلهوش في مكان واحد، برشه كده على وش الكيك بتاعي برضو علشان ما الاقيش الكيكه في الاخر في النص عاليه وفي الجوانب هابطه او عامله حته عاليه وحته واطيه. برشها كده على الوش، وبرضو ببدأ ان انا اضرب بالمضرب لحد فقط ما يختفي معايا البيكنج باودر، وبوقف على طول. اخر مكون هضيفه ده اساسي جدا معانا هو تلت كوباية من المية السخنة. شايفين البخار اللي طالع منها عامل ازاي؟ دي بقى بتضمنك بفضل الله ان الكيكة عمرها ما هتهبط ابدا مهما حصل جوه البوتاجاز. وبما ان الكيكة الشوكولاتة ما ينفعش ان انا احط لها لا خل ولا كمان ليمون، فالمية دي بتعمل لي نفس النتيجة بالظبط. وبالمضرب هنا برضو هتضربي لحد فقط المية ما تختفي معاكي. وكده خلاص الخليط بتاعنا بقى جاهز. نجيب الصينية ونبدأ نحضره بسم الله كده، ونبدأ ننزل بالكيك او خليط الكيك بتاعنا جوه الصينية. بعد كده هبدأ امسك الصينية 3 خبطات بالظبط على الرخامة. بعد كده بجيب ظهر معلقة وابدأ اعمل خطوط عكس بعضها علشان اتخلص من اي بابلز حصل وانا بنزل الكيك او حتى بعمله، او اي فتحات علشان تكون الكيكة في الاخر مسامها مقفولة. بعد ما خلصنا على طول ما نركنش الصينية جنبنا على الرخامة علشان البيكنج باودر يتفاعل احسن حاجة. مجرد ما حطيناها في الصينية على طول على الفرن. الفرن بيكون مسبق التسخين على درجة حرارة 180 او على درجة حرارة متوسطة. دخلت الصينية بتاعتي رف اوسط، اخدت بالظبط معايا 35. او بعد 35 دقيقه فتحت الفرن، حطيت كده ايدي من فوق لقيت ان الكيك عندي استوى. وارد انت تلاقيها طريه شويه لو انت الفرن بتاعك واطي فتحتاج معاكي 5 دقايق كمان، يعني من 35 ل 40 دقيقه بالظبط.
اول ما خرجت معايا من الفرن مش هشتغل فيها خالص، هبدا ان انا اغطيها واسيبها لحد ما تبرد معايا تماما. بعد ما هتكون بارده خالص هبدا ان انا اجيب كوبايه من الحليب، ضايفه لها معلقه صغيره او معلقه كبيره حسب ما انت تحبي من السكر، وهبدا ان انا اسقي بيها الكيك. هسيبها دقيقتين بالظبط. بعد كده هبدا انزل بصوص الشوكولاته اللي احنا كنا راكنينه على جنب من شويه. ولا كلتيه اعترفي اعملي غيره. المهم بألف هنا هنبدأ نحط كده على وش الكيك. كيكة الشوكولاتة دي او الطريقة دي بالذات من الحاجات السهلة جدا اللي في حرفيا في 10 دقايق بتكوني خلصتي منها. واللهم بارك بتنفع خصوصا كمان في الشتاء، ايام الدراسة، الامتحانات. قطعة كده لابنك او بنتك مع كوباية شاي بحليب، يعني تهيئي لهم كده الجو شوية. ربنا مع اولادنا جميعا. كده خلاص المفروض ان انا اسيبها دقيقتين بس كده، برضو ان الشوكولاته كده تتساوى من فوق. ممكن تقدميها على طول برضو براحتك، بس هي 10 دقايق هتكون حلوه قوي. زي انتهى بقى كده بحتت الكرز اللي انا محتاره اوديها فين ولا فين. نخلص تصوير ونشيلها ان شاء الله. المهم ده بيكون بقى شكلها. تعالوا كده ناخد قطعه كده منها ونشوف شكلها القمر بيكون عامل ازاي. طعمها حقيقي بيكون خفيف جدا، الاولاد حقيقي بيعشقوا النوع ده من الكيكات. كده بعد ما خليتها في التلاجة ربع ساعه تحسوا كده ان الشوكولاته او الصوص بتاع الشوكولاته من فوق اتشمع وبقى ليه لمعه كده حلوه قوي. فانت خليها في التلاجة 10 دقايق، بعد كده قدميها بألف هنا. وبكده خلاص الفيديو خلص. وما تنسيش ان انا هسيبلك لينك تطبيق حلو جدا ازاي تتحكمي في تليفون ابنك من تليفونك انت، ازاي تقفلي عليه اي تطبيق انت شاكه ان هو ممكن يأذيه، وكمان ازاي تشوفيه وهو رايح الدرس وكمان جاي من الدرس. هسيبلك اللينك ده في اول تعليق. الفيديو خلص، مع السلامه.